قد يقول قائل: عبد الرحمن العدني ليس عنده بدع، بين لنا بدعه الذي أحدثها في الدين من حيث رد الشبه عليهم. أولا، لا يشترط في الحكم على الرجل بأنه مبتدع أو صاحب بدعة أن تجتمع فيه بدع الدنيا كلها، بل المتأمل في منهج السلف يجد أنهم يحكمون على الشخص بالبدعة بمجرد وقوعه فيها، وإن لم تكن إلا بدعة واحدة، بعد أن يبين له وينصح ويستمر على عناده وشقاقه، يحكم عليه بمقتضى ما وقع فيه، فيسمونه بالبدعة ولو كانت واحدة، ما دام أنه أصر عليها وعاند ولم يرجع. بل أكثر من هذا، أنهم يحكمون على من يجالسه ويسايره أنه معه، يلحقونه به. قال أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وجاء عن الإمام أحمد أيضا بنحو هذا، أنه سئل عن الرجل، يجالس صاحب بدعة هل يلحق به وهل يترك؟ قال: نعم يلحق به، وبهذا المعنى. ثم قال: أو تعلمه بأنه صاحب بدعة، فإن أبى وإلا فالحقوا به. يعني تبين له، قد يكون غير عارف بأن هذا صاحب بدعة، فإن أبى أن يستجيب ألحقته به، تلحقه بذلك المبتدع بمجرد ماذا؟ بمجرد مجالسته للمبتدع، بمجرد مسايرته للمبتدع. ولذلك قال السلف: من خفي عنا مذهبه لم تخفى علينا ألفته. يحكمون على الرجل بجليسه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فلا يشترط أن تجتمع البدع كلها في الشخص، بل مجرد مجالسة لأهل البدع، مجرد ملاينته لهم، وأشد من هذا دفاعه عنهم، هذا يدل على أنه منهم وفيهم. وعبد الرحمن العدني حصلت منه أشياء كثيرة وضحت في تلك الملزمة، لا مجال لاستقصائها في هذا المجلس، لكن طالب الحق يكفيه دليل واحد، وصاحب الهوى ما يكفيه 1000 دليل. نصحنا في ما مضى بالرجوع إلى تلك الملزمة التي هي توضيح البيان، أو كذا في حزبية العدني عبد الرحمن ومن تبعه على الفتنة والعدوان. مختصر البيان أحسن، تجد فيها حجج كثيرة لمن أراد الحق فيما يتعلق بقضية عبد الرحمن. بعدها جاء دفاع من دافعوا عنه، وهم أصحاب الإبانة، ألفوا كتابا زبره محمد الإمام، وأولئك قدموا له وأشادوا به لأنه وافق ما في نفوسهم من النهج والهوى. فالأصل في تأليفهم لهذا الكتاب هو الدفاع عن هذا المسؤول عنه، هذا هو الأصل. لماذا ألفوا ذلك الكتاب؟ وألفوه في أيام كانت من أشد الأيام على طلاب العلم في دار الحديث بدماج، أيام اعتداء الرافض في الحصار الأول أو قبله،
وهم منشغلون بتأليف ذلك الكتاب الذي أرادوا به الدفاع عن العدني، لكنهم وضعوا قواعد عامة صارت ليست دفاعا عن العدني فقط، بل هي عبارة عن دفاع ومحاماة عن أهل البدع عموما، لأنها قواعد عامة. مثلا يقعد لك محمد الإمام في ذلك الكتاب أنه لا يحكم على الرجل بالحزبية أو بمجرد مجالسته لأهل التحزب من أجل الدنيا، لا تحكم عليه بالحزبية أو بالبدعة لأنه جالس أهل البدع لأجل أغراض دنيوية. طيب وين نذهب بآثار السلف في هذا الباب؟ كما سمعتم آنفا الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، ألحقه به، قال الإمام أحمد. من قال انظر إن كان يجلس معه من أجل مصلحة دنيوية ما في شيء، وإن كان يجلس معه لأجل بدعته هذا يلحق به. ما فصل هذا أحد من السلف حتى جاء هؤلاء فصلوا هذه التفصيلات، فصلها أبو الحسن وقبله من قبله، وجاء الإمام وحشرها في كتاب، حشرها في ذلك الكتاب ويسوقها أنها قواعد لأهل السنة. منهج السلف واضح، ما يحتاج إلى تقعيد هؤلاء، الذي هو قعود إلى منهج الخلف ومصير إليه. فجاء كتاب الإبانة ووضح منهج القوم أكثر، وأنهم يسيرون على طريقة مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتعامل مع أهل البدع والأهواء، وأن القوم غير مقتنعين بهذا النهج، ولذلك أخذوا يحشرون شبهات يلبسون بها على الناس، وهم على غير قناعة تامة، لا هم راضون عن طريقة الإمام الوادعي رحمه الله التي هي مخالفة لطريقتهم، وإن قالوا نحن من طلاب الإمام الوادعي وهؤلاء أصحاب الوصية وإلى آخره، والله إنه مجرد يعني تلبيس على الناس وتمسح بهذا الإمام، ولو كان حيا ربما لنالهم منه أشد من غيره، وهو الذي كان ينقض تميعهم في أيام حياته. كان يأتي بعض الحزبين إلى معبر ويجتمعون معهم، والإمام الوادعي يتكلم في دماج ويقول هؤلاء الذين اجتمعوا مع أصحاب كذا وكذا والذين اجتمعوا في معبر هؤلاء مغفلون، ويأتي إليه صاحب معبر ويقول له يا فلان ما يصلح الدهان على الجرب، يعني هذا تمييع. القوم عندهم بدع، عندهم حزبيات، وأنت تدهن على جرب. المريض إذا كان عنده جرب لصحة إنسان ويدهن عليها يحتاج إلى علاج، أما أنك تغطيها مجرد غطاء ما يكفي، وهذه حالهم، نسأل الله العافية والسلام. ثم جاء بعدهم في هذه الآونة محمد بن حزام كما تعلمون، وعلى نفس النهج يسير، إلا أنه يراوغ من قديم، مجرد مراوغات، وأظهر للناس في دماغ خلاف الذي في نفسه، لأنه قال لما نوقش في بعض الأمور قال أنا على هذا من دماغ، وينقل عنه بعض طلابه أنه قال أنا على هذا من دماغ. طيب لماذا ما أظهرته في دماغ؟ كيف استسغت أن تخفي هذا الشيء في نفسك وتسير الناس على ما هم عليه؟ هذا نوع نفاق، تظهر للناس خلاف ما تبطل. لا نقول إنه نفاق اعتقادي، لكن نوع نفاق شبه بالمنافقين، حيث تظهر للناس الموافقة وأنت على المخالفة،
وأنت ترى أن هذا النهج الذي يسيرون عليه خطأ، لماذا ما أنكرته في حينه وبينت للناس خطأه؟ أين واجب النصيحة في الدين؟ أين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا تخاذلت عنه في تلك الأيام وتمسكنت كما يقال حتى تمكنت؟ هل هذه إلا مراوغة؟ ولكن هذه الدعوة من أبطن فيها سوءا فضح. هذه سنة جارية، ومن قرأ في تاريخ هذه الدعوة يجد هذا. مهما أسر الإنسان سريرة سوء فإنه يفضح، ومن غير وبدل غير على نفسه. والدعوة سائرة ولا يضرها خذيلة من خذلها، ولا يضرها كثرة المتساقطين، فهي سائرة، والثبات من الله، نسأل الله الثبات. الأسى على بعض الناس ممن لا زالوا يحسنون الظن، وهم كانوا معنا في دماج ويعرفون هذا المنهج حق المعرفة، ومع ذلك تجد منهم مزيدا من إحسان الظن بهذا الرجل مع ما ظهر منه مؤخرا. هؤلاء هم حطب فتنته وضحيته، ومع هذا نصيحتنا لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يراجعوا حساباتهم. الذين عرفوا المنهج الصحيح وتربوا عليه عدد سنين، وعرفوا ما عند القوم من الحزبية التي ولاء وبراء ضيق، وما عندهم من التنكر للخير، وما عندهم من السعي في الفرقة في أوساط أهل السنة، وما عندهم من الظلم والمجازفة. ظلم لشيخنا يحيى ولطلاب العلم عموما، ومجازفة في الأقوال، مجازفات عجيبة. يقولون يسب رسول الله، هذا الحجوري يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقولون لا نكفره. طيب كيف ما تكفرونه وهو يسب الرسول؟ هل هناك شك في كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء عجيب. إما أنكم تكذبون، وإما أنكم واقعون في الإرجاء، فلا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لكن هذا يدلك على أن القوم عندهم مجازفات فقط، ولذلك ما وفقوا، لأن دعوتهم مبنية على الظلم والمجازفة وعلى الفرقة وعلى الملاينة مع أهل البدع والأهواء. طعن في أهل السنة وملاينة لأهل البدع، هل هذا يدل إلا على أنهم على ضلال؟ تجد مواقفهم مع أهل البدع ركيكة جدا، وفي تلك الأماكن مواقفهم مع الرافضة، ما نقول حتى مع أهل البدع، مع الرافضة مواقف مخزية، مواقف مخزية والله. وكل حين وتخرج لبعضهم بعض الكتابات أو المنشورات أو التغريدات التي فيها الإشادة بالرافضة، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه الحق، والإشادة بتلك الوثيقة الجائرة الظالمة التي أنكرها كثير من العلماء، بل حتى من كان يدافع عنهم ويظهر الود لهم أنكر عليهم هذا، وصاروا شذر مذر. ومع هذا ما زالوا مصرين، وأنهم ما كتبوها إلا تدينا ليس خوفا من أحد. هذه مواقف مخزية. وفي جانب أهل السنة يفرون فريا في أعراض أهل السنة والكلام فيهم، ويفرحون بالمصائب التي تنزل على أهل السنة. لكن في الجانب الآخر الرافضة أولياء أمورهم وإخوانهم. هذه مواقف مخزية.
مواقف مخزية هل تدل إلا على بطلان ما هم عليه؟ وكم وكم يذكر الإنسان ويتحدث في هذا الموضوع الذي قد فرغنا منه وانتهى، لكن الذي نريد التنبيه عليه والنصح فيه هو أولئك الذين لا زال بعضهم يحسن الظن بمحمد بن حزام مع ما أخرجه مؤخرا من النصيحة بالاستفادة من فتاوى أو كتب عبد الرحمن العدني، أنه ما نعلم له كتبا مطبوعة وإنما له بعض الصوتيات، فينصح بهذا بعد أن كان في دماج يقرر أنه يعني ماذا مبتدع وعنده نوع طاغوتية، وفي الآونة الأخيرة تراجع عن هذا، ويقول في تراجع إنه قد تراجع عن هذا قديما. هذا كذب، تراجع عن هذا قديما، إلا إذا كان يعني تلك الكلمة التي أخرجها وفضح بها في أنه متوقف في أهل الإبانة. وعلى كل مواقفه تدل على ركاكته وعدم ضبطه لهذه المسائل. تارة يقول هؤلاء مبتدعة من هم العدني والوصابي، وتارة يقول هو متوقف في فلان وفلان في البراعي وغيره، وإنما يعني حزب محمد الإمام فقط بسبب الإبانة. طيب أولئك قدموا له ورضوا بما فيه وأشادوا به مع علمهم بما فيه من الضلال. لا، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. حقبة من الزمن ثم أخرج فتوى بالكلام على البراعي، فترة وإذا به يرجع إلى الوراء دفعة واحدة ويقول هؤلاء أصحاب الإبانة يعني إنهم ليسوا مبتدعوا بهذا المعنى، عندما أخرج ذلك التراجع وفضح، ولا يزال يتردى ويتناقض مع نفسه ويظهر لهذا الموافقة ولهذا المخالفة، بعد أن ناصحه جملة من أجلة مشايخ أهل السنة وعلمائهم، حاولوا أن يتواصلوا معه، بعضهم ما يرد عليه أصلا، وبعضهم يرد عليه ويجادله بغير بصيرة، وترفقوا به غاية الترفق، لكنه أبى إلا أن يضيع نفسه، والله المستعان. فإلى متى يبقى أولئك يحسنون الظن يستمرون في الدفاع مع ما أظهره مؤخرا من هذا ومع إشادة الإمام البراعي به؟ إن كانت عندكم غيرة على هذه الدعوة فلا يجوز لكم البقاء معه على هذا الحال، وقد أصبح يتنكر لما كان يعرف، وأصبح يقع فيما أنتم كنتم تنكرون. فاتقوا الله في هذه الدعوة وارجعوا إلى رشدكم، وإخوانكم أرحم بكم والله، ويحبون لكم الخير، وإن كان بعضهم حصل منه شيء من التخشين في النصح فما هو إلا لمحبة الخير لكم، فلا تستوحشوا من ذلك وتلجوا في باطل هذا الرجل مع علمكم أنه على باطل، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، خير من التمادي في الباطل. ولا يشبهن عليكم هو أو بعض أتباعه بذلك الكلام المبني على الوسوسة المحضة وإرجافات، وأنت ستقف بين يدي الله عز وجل وحيدا سألك لماذا حزبت ابن حزام ولماذا حزبت فلان أو فلان. يا أخي كل سيقف بين يدي الله ويسأل عن عمله، وما حكم عليه إلا بمقتضى أقواله التي صدرت منه، وإلا لو طردنا هذه القاعدة على حد زعمك أيها المسكين سنقول أنت سقف بين يدي الله ويسألك لماذا حزبت أصحاب الإبانة، وآخر سيقول وأنت ستقف بين يدي الله ويسألك لماذا تكلمت في أصحاب الجمعيات عموما، وسيأتي من يقول أنت ستقف بين يدي الله ويسألك لماذا حزبت فلان من الحزبين وجماعة كذا الحزبية، وهلم جرا.
بعد ذلك يحتاج الإنسان أن يتوقف حتى في من عندهم يعني بدع من أشر البدع، لأنه سيبقى على هذه الوسوسة يفكر وساقف بين يدي الله ويسألني لماذا تكلمت في فلان أو علان. هذا ورع بارد مخالف الأدلة ومخالف لمنهج السلف. فلا ينبغي أن يهتز الإنسان بمجرد هذه الكلمات التي يدغدغون بها مشاعر بعض الناس. الأصل أن من لا ينأى أهل البدع أنه يلحق بهم، فكيف بمن يشيد بهم ويرشد الناس إلى الأخذ عنهم؟ إذا كان كما قال أبو عوانة الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، طيب بالله عليك الذي يشيد بأهل البدع وينصح بقراءة كتبهم والرجوع إليهم، هذا أشد. هذا أشد. بالنسبة لابن حزام قد كتبت فيه كتابات في بيان مخالفاته وما أحدثه من القواعد البدعية. تلك الملزمة كافية لمن عنده إنصاف، التي كتبها الشيخ الفاضل أبو بكر التي هي بعنوان الحجج الشرعية. والمسألة مسألة اتباع ومسألة عدم محاباة، عدم محاباة، والله المستعان. واعتبار بالحال أيضا. الرجل لما أظهر ما كان يبطن تركه أهل السنة وانكفوا عنه لما رأوا من باطله ولما رأوا من تناقضاته وعدم استقراره على حال ما يدل على أنه ما كان على بصيرة من أمره في هذا الجانب، فلذلك كثرت التقلبات. ومثل هذا يزهد فيه وفي علمه وفي كتبه ومؤلفاته وفي دروسه، لأن النصيحة بالأخذ عنه غش. من غشنا فليس منا. الذي يقول لك استفد من كتبه هذا غش، هذا غش، وإن كان ألفها قبل ذلك. فإن النصيحة بالعودة إلى مثل هذا مما يستدعي المحبة ومما يستدعي ضعف الموقف الصحيح منه، ضعف الولاء والبراء ممن يوالي أهل البدع ويعادي أهل السنة ويرميهم بأنهم غلاة. الله المستعان. هذه تكملة لما يعني تكلمنا به في الدرس الماضي جوابا لذلك السؤال، لأننا رأينا بعض الرسائل لبعض الناس ويقول يعني أنت تستقف بين يدي الله وسيسألك عن كذا وسيسألك عن كذا. هذه عبارات المشوري التي كان يلبس بها على بعض الناس في أيامها، ويجلس مع هذا وأنت تستقف بين يدي الله وإلى آخره. مسكين الذي يجلس معه يهتز إلا أن يثبته الله، يبقى يفكر يقول كيف ساقف بين يدي الله؟ صحيح كلنا سنقف بين يدي الله، وأنت ما حكمت بالحزبية على هذا الرجل أو على غيره من أهل التحزب إلا على ضوء أدلة وبراهين وعلى ضوء منهج سلف سرت عليه. ومن أظهر ما يحكم عليه به إلحاقه بمن يدافع عنهم حاليا. إذا كنا متفقين نحن وإياكم قبل على أن العدني تحزب وأحدث في الدعوة ما أحدث، أصحاب الإبانة وافقوه على ذلك، بل ألفوا في الدفاع عنه مؤلفا أصبح حامى عن أهل البدع عموما. إذا كنا متفقين على هذا الأصل، فالآن صاحبكم أصبح يثني على هؤلاء جهارا نهارا. فمقتضى منهج السلف أننا نلحقه بهم، ومقتضى المجالسة لأهل البدع المصير إلى ما صاروا إليه. فإذا استمريتم على ما أنتم عليه من مجالسته وإحسان الظن به، فمآلكم إلى ما آل إليه. ولا يقولن قائل منكم أنا معه لكن ما أنا موافق له على هذا. بعض إخواننا مساكين يقول مثل هذا، يقول ننصحه بأن يترك ويمشي من ذلك المكان، يقول أنا ما أستطيع أتركه لكن ما أنا موافق له على هذا. يا أخي أنت اليوم ما أنت موافق له، سيأتي اليوم الذي توافق له، سيأتي اليوم الذي تقتنع بكلامه. لماذا حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء
لأنهم يلبسون على الناس. تكون على قناعة وعلى بصيرة من أمرك، ما تدري إلا وقد اختلطت عليك المسائل، اختلط الحق بالباطل، اشتبهت عليك الأمور التي ما كانت مشتبهة. وعلى مر التاريخ من تساهل في مجالسة أهل الهواء صار منهم. من جالس جانس. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كيف إذا كان هذا المجالس تعتبره شيخا وتتلقى عنه وتأخذ عنه ما يلقيه عليك، لا شك أنك ستتأثر به. فاجعلوا هذه الدعوة أغلى في نفوسكم، وهذا المنهج الذي تربيتم عليه أعلى وأرفع في قلوبكم. وكما كان شيخنا حفظه الله تعالى يقول: الحق أقوى من الرجال. هذه نصيحة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.